حال البلد ضاغط خلك تحوم وتلف، حكم الغدر دايما راميك في موقف. حال البلد ضاغط خلك تحوم وتلف، حكم الغدر دايما راميك في موقف. صدقنا قولك يا أخي الزاكي ما تحلف، صدقنا قولك يا أخي الزاكي ما تحلف. الحمد لله خالي ابوي مشى. والله دي سلامة دي. سلامة شنو اخو؟ قال ماشي يجيب حاجاته ويجي يكسر ركبه هنا. ليه يا أخي؟ خبر صادم طبعا يا أخي. صدمك هين وشاهد ربي عليه. دي ما المشكلة. والمشكلة شنو؟ المشكلة في عضلاتنا دي. وريتك قلت لك قال نرجع نوصل العربية يتابع. غسل طعامك غريبه انت ما طرطش؟ ايه برتز عدين خلوا عربية ثانية غسلوها ما شفشفوها كلها. هنشتغل شنو؟ والله من كان يسأل لي رقم واحد اسمه حسونة قال لي نمشي نشتغل معاه. وقال بيشغلنا شنو؟ دكاترة. شرفتونا والله. طبعا دي يبغى بنت اختي وماسكه لي الشغل. المنكر ده طبعا صاحبي شديد، كلمني عنكم وصاني عليكم شديد. وانا جيت عشان اشوف اوراقكم وكده. اوراق شنو يا مرة؟ شهاداتكم الجامعية. ودول اسمه زاكي، واحد اسمه دبروسة، واحد اسمه رينجو. شهادات يجيبها منين؟ نحن ناس بروس ساكت مكفتين دنيا. وهتشتغلوا معانا كيف طيب؟ والله عندنا شهادات معه بينفع معاكم؟ طيب تعرفوا من شويه تعرفوا السوق عربات. ايه يا دبروسة؟ الكلمة اللي قلتها هذيك شنو كان؟ نظن؟ لا ثانية. بتاتا. بتاتا. طيب الشغل اللي حرفوا تعرفوه؟ وده شنو كمان؟ الحداده، النجاره، الكهرباء، السباكه. اسمع الثانية اللي قلتها هنا؟ اطلاقا. طيب انتوا بتفهموا في شنو يعني؟ والله انا ورينجو ده بنغسل عربات، اما دبروسة ده يعني مرفوض مباحث، عمره ما نجح في قضية. مرة مباريله 4 أنفار خضر الجو وراه. خليك في الموضوع. كده ما بينفع، لكن اما انا ما انطردوا رجال. سهل جدا في الحياه انك تلقى فرصه، لكن الفرصه لازم تلقاها جاهز. كلامك صح وانا اثني. يسألني يا اخوي انت فاهم حاجة؟ لازم تشتغلوا على نفسكم يا شباب. كيفين يعني؟ تعلموا حرفة عشان لما تجي الفرصة تكونوا جاهزين. طيب كلامك. انت فاهم حاجة؟ ما تخلي كبك ده زول. زياده الدهر يا شباب. يعني خلاص نزقلك. انا والله عايز اشكرك على النصيحة الغالية دي. نحن فعلا مفترض نشتغل على نفسنا حتى بعد ده نفتش الشغل. حنجي نسلم الشغل بتاعي. ايش شغلك في جدة زول؟ وزول قال لك الزيارة انتهت ولا شغل؟ قبضوه دقوه تاني ما لقوه، جابوه طردوه ليلة ما لقوه، جابوه طردوه ليلة ما لقوه. عليك الله يا خال ما اشوف للشباب دي اي حاجة، والله العظيم حننوني. والله الا اديهم مرتبات من غير شغل. ما في حل غير ده. يا ريم دي ما مشكله الزاكي براو، دي مشكله معظم الشباب، ما عايزين يتعلموا اي صنعه وفي نفس الوقت عايزين يشتغلوا. فعلا والله. الواحد ماسك تليفونه طول اليوم وحايم من جروب لجروب. مشكلة والله، وهم شباب في عمر الإنتاج. والانتاج بدون تعب وتخطيط ما بيجي. دي كلها مواصلات بكم؟ ب 15,000 والله. انت اخوي زعلان كده دافعين ولا هي؟ وفوق ليه ده؟ خسرنا غيارات. والله بس انا غيري ده قام ماشي حفل السماسم بعدين والله. انا كلا شو باين عندك؟ اما بس في فرقة. شوفوا ناس صح احنا مشينا وخسرنا قراش وخسرنا غيارات، لكن بصراحة استفدنا. يا اخي استفدنا هنا فطور ما فطرنا. انت فكرت في الفطور؟ لانه تعودنا ناكلها باردة. استفدنا كثير يا رينجو. انت ما جاهز ما تلعب. كيف يعني كلام؟
فريق الكورة ده إذا ما تمرن ولعب مباراة اللي بيحصل شنو؟ ما بنغلب. بس كده انت فهمت كلام حسونه. نحن ما تمرنا ودايرين نلعب. طيب نعمل شنو هسه؟ ندرب روحنا ونتعلم صنعة، بعدين نفتش الفرصة. يعني من الاخر كده نتمرن ونلعب. ونغلب. امانه ما غلبوا ريال. أنساك يا مسكين زيك كتار ضايعين يوم الفرج راجين والدنيا يوم تنصف. أنساك يا مسكين زيك كتار ضايعين يوم الفرج راجين والدنيا يوم تنصف. أزاك يا خمالو أزاك في موقف. دبر قال لك كده 5 4 3 2. انا ابدا أنا يعني هاي دبر قال لك كده ماشي 4 3 2. افضل قال لك كده نزل لطيفين. اوكي دبر قال لك كده 4 3 2. افضل قال لك كده كات